السلام عليكم متابعينا الكرام، وهذه أبرز العناوين. أمريكا تصدم الجزائر وتصنيفها من البلدان المنتهكة للحريات. الشوال يقصف الجماهير الجزائرية قبل مواجهة المغرب وإسبانيا، وهذا ما قاله. موريتانيا تستفز المغرب وتستقبل رسميا وفد مبعوث من بطوش، وهذه تفاصيله. إذا أعجبك الفيديو دير لايك والاشتراك ليصلك كل جديد. أمريكا تصدم الجزائر وتصنفها من البلدان المنتهكة للحريات. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إدراج عدة دول وجماعات وكيانات إرهابية وتنظيمات مسلحة على قائمة منتهك الحريات الدينية. وذكرت وزارة الخارجية في بيان نشر الجمعة 2 جانفي 2022 على موقعها الإلكتروني الرسمي بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وضع الجزائر وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام على قائمة المراقبة الخاصة لمشاركتهم في الانتهاكات الجسيمة للحريات الدينية والتسامح معها. وقالت في ذات البيان بأن الوزير بلينكن أوضح بأن في بعض الحالات تقوم هذه الكيانات بخنق حرية الأفراد فيما يتعلق بالدين أو المعتقد لاستغلال الفرص لتحقيق مكاسب سياسية، وهذه الأعمال تزرع انقسام وتقود الأمن الاقتصادي وتهدد الاستقرار السياسي والسلام. وأضاف بأن الوزير بلينكن تعهد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه الانتهاكات. وأضافت الخارجية الأمريكية بأن الوزير بلينكن أوضح أن إعلانه يتماشى مع قيم ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية لحماية أمنها القومي وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وأن الدول التي تحمي هذا الحق وغيره من حقوق الإنسان بشكل فعال هي شركاء أكثر سلاما واستقرارا وازدهارا وموثوقية للولايات المتحدة من تلك التي لا تفعل ذلك. وأن وزارته ستستمر في مراقبة حالة حرية الدين أو المعتقد بعناية في كل بلد حول العالم، والدفاع عن أولئك الذين يواجهون الاضطهاد أو التميز الديني. وبأن وزارته ستقوم أيضا بإشراك البلدان بانتظام بشأن مخاوفها فيما يتعلق بتقيد حرية الدين أو المعتقد، وترحب بفرصة الاجتماع مع جميع الحكومات لمعالجة القوانين والممارسات التي لا تفي بالمعايير والالتزامات الدولية ولتحديد خطوات ملموسة لإزالتها من هذه القوائم. عاجل. الشوال يقصف الجماهير الجزائرية قبل مواجهة المغرب وإسبانيا، وهذا ما قاله. شن المعلق التونسي بقنوات بين سبور القطرية عصام الشوالي هجوما شرسا على الجماهير التي تشجع خصوم المنتخبات العربية وتتمنى خسارتها في مونديال قطر، في إشارة للجماهير الجزائرية. وقال الشوالي في مقطع فيديو إنه تابع مباراة المنتخب المغربي ونظيره البرتغالي لحساب الجولة الثالثة من مونديال مكسيكو 86 عندما كان عمره لا يتعدى 16 سنة، مبرزا أن كل التونسيين كانوا وراء أسود الأطلس ويفرحون لانتصاراتهم وانتصار جميع المنتخبات العربية. وتابع الشوال قائلا: جيد تغير ويحسد ويبغض ولا يريدك أن تنجح حتى يترشح ويتأهل وينتظر خسارة عربي ويصفق في المقهى في تقطير للشمع على جماهير جزائرية احتفلت بإلغاء هدف حكم زياش في مرمى بلجيكا، وهي تتابع مباراة المنتخبين المغربي والبلجيكي لحساب الجولة الثانية من المجموعة السادسة لمونديال قطر. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يوثق لحظة احتفال جماهير جزائرية وفرح بإلغاء الحكم لهدف حكم زياش في مرمى بلجيكا عندما كانت تتابع مباراة أسود الأطلس والشياطين الحمر في موقف أثار استنكارا كبيرا. في خطوة استفزازية للمغرب، موريتانيا تستقبل رسميا وفد مبعوث من إبراهيم غالي، وهذه تفاصيله. استقبل نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الصوفي ولد الشيباني أمس السبت بمقر الحزب نواكشوط وفد مبعوث من الرئيس المزعوم إبراهيم غالي، ويرأس الوفد المستشار بالرئاسة الصحراوية السالك بيبيه. وقد سلم الوفد لنائب رئيس حزب التواصل دعوة لحضور المؤتمر 16 جبهة البوليزاريو، والذي ينعقد في الفترة الممتدة بين 13 و 17 يناير المقبل بولاية داخلة بمخيمة اللاجئين الصحراويين. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، ونشكركم على حسن المتابعة.